السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي. الإمارات أصدرت محكمة إماراتية يوم الاثنين 18 من نوفمبر 2013 حكما بالسجن 2 وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم في حق السيد وليد الشحي بتهمة انتهاكه لقانون الجرائم المعلوماتية، والذي جاء فيه يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها. ويتضمن هذا النص القانوني المبهم أحكاما بالسجن قد تصل إلى 15 عاما لاستخدام شبكة الإنترنت في نشر أي شيء أو نشر أو توزيع أي معلومات أو أخبار أو رسوم أو صور أخرى تعرض الأمن ومصالحه العليا للخطر أو تنتهك النظام العام. وتعتبر هذه الجريمة الجديدة بمثابة جريمة أمن دولة، وبالتالي لا تخضع للاستئناف. وألقي القبض على وليد الشحي في 11 من مايو 2013 من قبل عناصر الأمن القومي الإماراتي في عجمان دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه حينها، رغم أنه كان واضحا أن اعتقاله مرتبط أساسا بطبيعة نشاطه على الإنترنت في الدفاع عن المتهمين في مجموعة الإصلاحيين 94 الذين كانت تجري محاكمتهم آنذاك أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وكان ينقل مجريات المحاكمة التي منع من حضورها المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام المستقلة، والتي عرفت جميع أنواع الانتهاكات ابتداء من الاعتقال التعسفي لكل المتهمين في السر وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة ومنعهم من التواصل مع محاميهم وأقاربهم ومحاكمتهم التي انتفت منها جميع شروط المحاكمة العادلة حسب المواصفات الدولية، لتنتهي بأحكام سجنية ثقيلة في حق معظم المتهمين الذين يوجد من ضمنهم الدكتور محمد الركن الحائز على جائزة الكرامة لسنة 2012. لبث وليد الشحي رهن الاعتقال السري في أحد المراكز التابعة لأمن الدولة في أبو ظبي المعروف بممارسة التعذيب وسوء معاملة المتهمين بشكل منهجي، ثم نقل بعد 10 أيام إلى سجن الوثب المركزي في أبو ظبي لتوجه له تهمة تحريض الجمهور ضد أمن الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وفقا للمادة 28 و 29 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، مع الإشارة أن هذا التشريع كان موضوع توصيات عديدة تطالب بتعديله أو إلغائه أثناء الاستعراض الدولي الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأمم المتحدة في يناير من هذا العام. إدانة وليد الشحي والحكم عليه بالسجن 2 وتغريمه، ومن قبله عبد الله الحديدي والحكم عليه ب10 أشهر نافذة، دليلان على أن السلطات الإماراتية لا تتقبل أي شكل من أشكال التعبير أو المعارضة، ونموذجان للحملة الشرسة التي تشنها ضد كل الناشطين الحقوقيين والمعارضين الذين يمارسون حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور والتشريعات الإماراتية بشكل سلمي، بما في ذلك حرية التعبير. كما يشكل هذا الحكم انتهاكا لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستقاء الأتباع والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وكانت الكرامة قد وجهت في 10 من يونيو 2013 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الشحي، وأن تسقط عنه كل التهم الموجهة إليه.